السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا المستمعين، موضوع الكلام عن الموت أو الذين اقتربوا من الموت أو يعني نفوسهم خرجت بره جسمهم، ده موضوع بيعتبر شيق للناس اللي بتفكر ما وراء الطبيعة. وقلنا قبل كده إن في أسئلة كتير جدا يعني الإنسان بيسأله لنفسه: إيه اللي بيحصل بعد ما أموت؟ أو هشوف إيه؟ أو هعيش إزاي؟ احنا بنتكلم عن ناس شافوا الحاجات ديت بعينيهم، واكيد اللي مر بالتجربة يبقى افضل من اللي سمع. يعني النهاردة معانا شاب اسمه امير، كان راجع من الشغل في 2006، تعرض لحادثة الساعة 10 بالليل. الحادثة دي أفقدته الوعي، فاتنقل للمستشفى. قعد في المستشفى دي من 10 بالليل ل6 الصبح. جت مراته، جاء أخوه يطمنوا على قريبهم، ولكن المستشفى كانت صغيرة في الإمكانيات، فجابوا له عربية إسعاف ونقلوا أمير المصاب اللي فاقد الوعي لمستشفى أكبر عشان يتعمل عمليات دقيقة يحتاجها المريض. فمراته بتقول إن الدكتور قال لها إن جوزك ده هيعيش في غيبوبة، وإذا كتب له الحياة هيبقى ناقص الأعضاء أو مشوه الوجه، يعني ممكن يحصل مثلا زي شلل أو كده. فكانت بتبكي طبعا كأي زوجة حزينة على زوجها. وأخوه كان واقف على باب المستشفى، باب الأوضة، طبعا العمليات، قلقان جدا وزعلان. ولكن تمت العملية والحمد لله، وخرجوا الدماء اللي كانت متراكمة في الجمجمة فوق المخ عنده. ولكن المشكلة إن أمير قعد في غيبوبة 45 يوم. طبعا 45 يوم دول غامضين بالنسبة للناس كلها. بيحكي بقى بعد ما فاق أمير بعد 45 يوم، قال إن أنا لما تعرضت للحادثة شفت الدنيا سودة جدا، والسواد ده مستمرش كتير، وبعد كده لقيت نفسي ببص على جسد يشبهني، ده أنا المصاب اللي على الأرض. طب لو كنت أنا اللي على الأرض، أمال أنا شايف نفسي إزاي من فوق؟ فبيقول إن أنا أدركت هنا إن في نسختين: نسخة على الأرض جسم مادي، ونسخة بتطوف حوالين هذا الجسد لأعلى. وبعد كده دخل في نفق، غالبا إن كل الناس بتتكلم عن هذا النفق أو الممر. بيقول أول ما شفت مخلوقات تانية أو من العالم الآخر شفت جدي، وشاف جده يعني. جده ده ميت بقاله 13 سنة، وجده كان كبير في السن طبعا قبل ما يموت، وكانت رجليه مكسورة ومكانش بيعرف يحركها. ولكن بيقول لما شفت جدي في العالم الآخر لقيته في شبابه بالظبط، حاجة و30 سنة، بيتحرك كويس، بيمشي كويس، استقبلني وسلم عليا وقعد معايا شوية. فقعد مع جده شوية يتكلموا مع بعض. بيقول أمير إن أنا قعدت في منطقة كلها خضرة، حديقة، أشجار، مستنقع ماء نظيف. وفي نفس الوقت وأنا قاعد مع جدي كنت أرى المستشفى، وأرى جسدي في الحجرة، وأرى الأطباء، وأرى الممرض وبيعطيني حقنة المحلول أو الكانولا. وإن هو كان شايف مامته، شايف إخواته بيعيطوا، عايز يكلمهم يقول لهم أنا بخير، بيكلمهم فعلا، بيقول لهم ما تحزنوش، ما تعيطوش، أنا كويس، أنا بخير. لكن هما مش كانوش بيسمعوه خالص، ولا كانوا حاسين بيه نهائيا. وكان هو بيتألم ببكائهم كل ما يبكوا على المريض ده. كان أمير في العالم الآخر أو في البعد التاني يعني، الألم بيتنقله، وكان بيحزن لحزنهم جدا جدا جدا. طب واحد يسأل: طب ازاي أمير يعني يبقى قاعد في مكانينه في نفس اللحظة؟ هو قاعد مع جده في الحديقة الغناء، وفي نفس المنظر أو في نفس الثانية هو قدر نفسه بتحلق فوق جسده اللي محجوز في مستشفى في حالة غيبوبة. نقول للي بيسمعنا: الحاجات دي بتحصل بس في لحظة واحدة، بيقول العلماء، إذا قدر الجسم يتحرك بسرعة الضوء، ودي سرعة كبيرة جدا. بنبسطها كده، مثلا نتخيل في حياتنا دي إن الإنسان اخترع طائرة بسرعة الضوء، أو قدر يتحرك بسرعة الضوء 300 ألف كيلومتر في الثانية.
هنا يستطيع هذا الإنسان إنه يبقى موجود في كل مكان، ما يبقى الزمن عنده صفر. فاحنا بنتكلم على نفوس أو أرواح بتتحرك في بعد تاني خالص غير جسمنا. جسمنا احنا المادي ده بتحكمه قوانين تانية، غير الروح في عالم البرزخ ليها قوانين تانية. فكل اللي اقتربوا من الموت بيقولوا ان احنا كنا بنشوف بزاوية 360 درجة، يعني بيروا حولهم من كل الاتجاهات، وبيتواجدوا في اكتر من مكان واحد في نفس اللحظة. فطبعا ده الشيء الجديد بقى اللي احنا بنقوله، ان في قوانين تانية في عالم الموت بتسهل الحياة هناك، والحياة هناك متنظمة وليست فوضى كما يعتقد البعض. بيكمل أمير بيحكي بيقول لك إن هو لما فضل يبقى موجود مع جده، بعد كده قعد معاه شوية وقعدوا يتكلموا مع بعض. جه حد أخده قال له يلا أمير نروح مشوار، وسابه في مكان كده زي غرفة، بس غرفة واسعة، وقال بدأت أشوف صورة لقصة حياتي وأحداث حياتي مثلا من عندي 6 سنين. وشاف الأعمال الطيبة اللي كان بيعملها، شاف الأعمال السيئة اللي كان بيعملها، وكان بيتألم جدا وبيحس بألم داخلي لما يشوف نفسه بيعمل أي معصية، أي ذنب، تأخير صلاة، امتناع عن الصلاة، نظرات كده، كلمة كده، يأذي حد من أصحابه. قال بس الغريب والعجيب إن لساني ما كانش قادر ينطق بكلمة. هو شاف مسيرة حياته كلها لغاية الحادثة، وشاف قايمة بالحسنات وقايمة السيئات، وشاف الأعمال كلها، شافها صوت وصورة وهو بيؤديها في حياته كما كتبت عليه. وقال إن لساني ما كانش قادر ينطق بكلمة، بس كانت في حاجة جنبه بيسمعها، دعوات أمه ودعوات إخواته إن ربنا يشفيه ويعديه المرحلة دي على خير، وفضلوا يدعوا. قال إن الدعاء ده كان بيديني شيء زي الطاقة، زي القوة، بيحسسني إن لسه في أمل إن هقدر أرجع تاني. ففضل فعلا كل ما يتكلم كلمة من الدعوات اللي كانت بتوصله، رغم إن جسمه كان في المستشفى في غيبوبة فاقد الوعي، وهو كان في عالم تاني خالص، شاف أعماله، شاف سيئاته، شاف حسناته. فبينصح كل واحد فينا، بيقول لك لازم تاخد بالك من حياتك، وبيأكد إن فعلا في حاجة بعد الموت، عالم تاني خالص غير ما تتوقع بخيالك أيها الإنسان. وبنكمل برضو مع أمير عشان نتعلم منه كذا حاجة. فأمير ده إنسان مسلم أولا، مسلم، شاب عمل حادثة، خرجت روحه بره جسمه وطافت في عالم البرزخ مدة من الزمن، لتنقل لي ولك ولأي حد بيستمع تتوقع ايه اللي هيشوفه، ايه اللي هنسمعه بعد كده ان شاء الله معانا اهو. امير بعد ما شاف اعماله كلها انطلق الى، خرج من الغرفة وتجول في الحدائق اللي حوالين الغرفة، وتقابل مع 2. فبتكلم معاهم، قال له انت مين؟ قال له انا موسى، اسمي موسى، وانت؟ قال له اسمع علي. قال له انا امير. قال له احنا عارفين انت اسمك امير، اهلا وسهلا. فقعدوا يتكلموا هما التلاتة مع بعض، يعني بالك كده خارج الجسد خالص هما التلاتة. فكل واحد حكى قصة حياته، اتولد فين وشغال ايه. فبسألهم سؤال امير، طب احنا يعني اشمعنى شفتكم انتوا التلاتة بس، يعني انتوا 2 بس، يعني في ايه؟ قالوا عشان احنا في نفس الغرفة معاك، في نفس ظروفك، انت عندك غيبوبة، واحنا انت تعرضت لحادثة، وانا تعرض لحادثة، وده تعرض لحادثة، واحنا يعتبر احنا التلاتة في حالة غيبوبة طبية. فنفس اللي انت شايفه احنا بنشوفه يعني. طبعا دي كانت صدفة غريبة جدا ان امير لغاية دلوقتي مش قادر ينسى 2 اللي قابلهم في عالم البرزخ او العالم الاخر او البعد التاني، حتى ما شافهمش في الطبيعة، لان هو لما فاق وهيفوق بعد كده هما كانوا فاقدين الوعي، وخرج من المستشفى وعاش حياته، لكن مش قادر ينسى 2 اللي شافهم، وقال اساميهم بعد مدة، يعني ان انا قابلت فلان وقابلت فلان في عالم البرزخ. فضل امير يتجول في البرزخ، ويقول ان البرزخ ده كان مضيء جدا، نور من كل اتجاه، وان اللي هو ماشي في البرزخ مش شايف مصدر النور ايه، بس هو كله انوار. وبدأ يمشي وحده، ترك 2 اصحابه
ويتجول ويتعجب في هذا النور الرباني اللي مش عارف مصدره ايه، ابيض من التلج. بينما هو ماشي بيقول في واحد نده عليه من بعيد لابس ملابس خضراء، قال له امير، امير. قال له نعم. قال له لازم هترجع، امير لازم يرجع، لان امك لم تتوقف عن الدعاء، وان هي ما بطلتش دعاء ولازم هترجع. في ثانية انتقل امير من البرزخ، لقى نفسه في الغرفة بتاعة المستشفى، ودخل بيقول إن بدأت أحس بجسدي، بحرك رأسي، عايز أتحرك لكن بصعوبة جدا. وفتحت عيني وجدت ممرضة بتجري عليا وتحط ايديها على صدري، وأيقنت إن أنا عدت للوعي، فهرولت إلى الطبيب أسرع، والطبيب كلها تبقى جم، واتأكدت إن الحمد لله عدت إلى وعي. فبسأل أمي بقول لها إيه اللي حصل؟ قالت لي إنك عندك حادثة، بقالك 45 يوم فاقد الوعي، والحمد لله انت رجعت وربنا استجاب دعائي. امه بتحكي له يعني ان ربنا استجاب دعائي، وانا كنت صايمه النهارده، وربنا سمعني وانا بدعوه الفجر وادعوه الصبح في يوم عاشوراء، اقول له يا رب رجع لي ابني الوحيد، والحمد لله على السلامه يا ابني انت رجعت. ودي كانت تجربه واحد اقترب من الموت ورجع تاني الحياه، وشاف حاجات جميله فتفوق العقل. خلي بالك دائما اللي بيموتوا اول حاجه بيشوفوا حياتهم كلها من 5 6 سنين لغايه ما ماتوا، والحسنات بيشوفوها والسيئات من غير ما يكون حد معاهم خالص، هو كان واقف لوحده في الغرفة. وزي ما قال القرآن وهو ذا القائلين رب العالمين وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وشكرا على الاستماع، ونتمنى الأسئلة أو التعليقات أو اللايكات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.